المطاعم القديمه ليها مكانه خاصه في قلوبنا، استكمال لسلسله المطاعم اللي بتقدم قيمه مقابل سعر. جايبين لكم مطعم بقاله اكتر من 23 سنه بيقدم السمك بالطريقه المصريه. اسم حضرتك؟ ماجد، ابن صاحب المطعم. انتوا فاتحين من سنة كام؟ سمك من سنة 2000. مطعم الخبير هو واحد من أقدم المطاعم اللي بتقدم السمك بالطريقة المصرية. الأكل عندهم حكاية واسمهم دليل على مدى نجاحهم في السوق، لأن حفاظهم على المستوى اللي بيقدموا بيه السمك في حد ذاته يستحق الإشادة، ومكانه موجود في المنتزه مقابل ميرة المنتزه. والطعم عندهم حكاية بيرويها صاحب المطعم من 23 سنة. شوربه سي فود، طريقه كلاسيكيه طعمها حلو. الحاجه لما بتكون بسيطه طعمها بيبقى احلى بكتير. جايين مطعم سمك بيعمل السمك بالطريقة المصرية المعروفة، طبعا يا اما مشوي رده يا اما سنجاري يا اما بيعملوا مشوي بالزيت. طلبنا طبق اللي هو الطاجن ميكس سي فود معمول بالصلصه. الاكل كله معتمد على التتبيله القديمه، التتبيله اللي احنا متعودين عليها. طبق السمك الشبار اللي هو عباره عن البلطي الصغير والبوري الصغير. السمك ده بيجيبوه صح فريش، السمك ده بيتاكل كده. السمك بصراحه طعمه عسل. طبق المقالي بيبقى فيه جمبري وفيه سبيط وفيه سمك بسارية تاكل كده. بتاكل سمك مصري ما ينفعش تاكله من غير الرز الصياديه. اهم عنصر طبعا من العناصر اللي بتتاكل مع السمك هي الطحينه. طبعا تاخد لك معاها حته قاروصه مشويه بالرده. نصيحه هنصحها لك وانت بتاكل السمك، احسن 3 حتت تاكل منهم السمك: الديل والبطن والجزء اللي هو بيبقى عند الراس من فوق. حته اللحمه بتاعت السمك فيها بتبقى طريه جدا وطعمها بيبقى حلو. التتبيله بتاعت السمك اللي معمول بالرده تتبيله حلوه قوي قوي وطعمها حلو، والافتر تيست بتاعها حلو جدا. بجد من احسن المرات اللي اكلت فيها سمك بالرده. ما يبقاش انت جاي تاكل في مطعم سمك مصري وما تاكلش السمك السنجاري. زبده زبده. طبق الجمبري الاسكندراني، لزوم المخمخه والمزمزه وتعديل المزاج. مش محتاج اتكلم، من الاخر السمك بالطريقه المصريه لا يعلى عليه. لو هنصحك نصيحه لما تيجي المطعم هنا، اوعى تفوت من عندهم السمك الصغير، السمك الشبار، سواء بلطي او بوري. السمك سكر، انا هيفوتك كتير لو ما جربتوش. الاسماك ما فيهاش فلسفه كتير، بس بجد صعب تروح مطعم سمك ويعدل لك مزاجك. السمك طعمه عسل، زي ما يكون ربنا بارك لهم في رزقهم. اللهم بارك. بجد مش هقدر اقول لكم غير ان انتوا لازم تيجوا تجربوا. وكمان ممكن تجيب السمك من بره وتيجي تشويه هنا او تقليه.